طبعا انت فاكره ان انا جايب لك لحمه تعمليها وموز ازوم على اللحمه. ايوه انت متاكده؟ ها اعمل لك غدا باللحمه. ايوه، ونقعد انا وانت ناكل الموز زي القرود مع اللحمه. ايوه بالظبط كده. لا يا حبيبتي، انا جايب لك وصفه هتعملي الاثنين دول مع بعض. لا ده جنان. هو عك بقى وهو وصفه عك واحنا هنعملها. وجعانه حرام عليك، مش هينفع. على فكره انا شفت كل الكومنتس اللي على الوصفه دي بالكامل بتقول واو خرافه. ازاي ده خرافه؟ يعني موز وعسل ولحمه. بقول لك ايه، احنا هنعمل لا يا بنت هتبقى حلوه. يعني انا اخر الموز اقعد ازقزه كده واكله. يعني نرمين، انا عارف ان احنا اساسنا قرود اساسا ما اختلفناش، بس احنا هنعمل يا لهوي الوصفه اللي مش هتبدا دي. بصي يا نرمين، احنا برنامج تجارب، احنا بنجرب العته اللي موجوده على الانترنت. دي وصفه كلها عك وانت هتعمليها. بطننا هتوجعنا. لا انا هدوق، ما تدوقش انت. انت اللي هتدوق الاول. ايوه انا هدوق الاول. مفيش فايده. عماد انت مقتنع باللي احنا هنعمله؟ ايوه انا يا بنتي بقول لك هي عك، بس انا بحب اجرب الحاجات المجنونه. ما هو مستحيل في مثلا 50 مليون واحد شاف الفيديو، كمان في كميه تعليقات اكتر من 20,000 تقريبا بيقولوا انها كويسه، بيقولوا انها جميله مش كويسه. لحمه وموز وعسل وقرفه وتوابل، ازاي تبقى حلوه؟ جربي وشوفي. دونت ميكس يا حبيبي. يا بابا انت بتاعت التقليدي وانا بتاع الحاجات المش تقليديه. يلا بس يلا بس. بصوا يا جماعه، احنا هنقسم الطاسه بالنص لان احنا مش هنعمل اي حاجه تانية. نحط الموز هنا، نحط اللحمه هنا. يلا. متأكد؟ ايوه حطي وما تقلقيش. طبعا هو ربع كيلو لحمه، انا مش هعمل اكتر من كده. وده كتير. هي لو عليها هتعمل 40 جرام بس. دي الوصفه الوحيده اللي انا هقتصد فيها. يا بابا ما تحطيش دي عند ده، قلنا ماشي، ما ده لما تستوي. لا معلش، انت خدي الموز بتاعك اللحمه الناحيه دي. مش هتحط دلوقتي. لا انا عارف، بس سيبي الحته بتاعت الموز نظيفه عشان لا مش هنقلب. في الاخر هيبقى في ميكس يا بنتي بس خليكي لما يجي الاخر انت بس ركزي برضو. ما هي بقلب، هتيجي ازاي؟ انت هتمسك لي العصايه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا جايب البتاع اللي تخليكي في النص بتاع اللحمه اهو، ما تجيش عند النص التاني. ايوه يا عماد انت بتهزر. يلا بس يا نرمين يلا. معلش يا جماعه، اصل احنا هنحط هنا موز، فاحنا مش عايزين نخلي الموز بطعم اللحمه عشان نبوظ الموز خساره. وفي الوصفه قال هنحط شويه بهارات للحمه، فانا حطيت ملح وبهارات. هو حط توابل تاكو، بس احنا بنحط اللي احنا بنحبه لان قال لي حط التوابل اللي بتحبوها في اللحمه. انا مستغربه ان هو قال واو. عماد ما تجيش عندي يا نرمين، هتبوظي الموز. هو الموز هيتقلب فيه. لا مش هيتقلب يا نرمين، يعني يمكن ما نقلبش احنا. يا ابني هيتقلب فيه. يا الله، انا مش عارف ايه الوصفه اللي انت مصره تيجي عندي دي. طب روح هات سكينه عشان نقطع الموز. دي ماشي. بصوا يا جماعه، نقطع هنا على طول. لا نقطع ليه؟ نقطع بايدينا بصوا او نقشر الموز كده. عماد هناخد موزتين عشان نرمين رافضه تعمل 4 موزات زي الراجل مال. كتير اصلا، ده كتير. ده مش كتير على فكره، هو الراجل قال 4 موزات يا نرمين اهو. ادي اهو وقطعها كبير. انت بتعمل ايه؟ بقطع الموز، بس انا ايدي تقيله على الطبق والطبق بيفرقع اهو. بس ادي الموز، ونحط الموز في الحته بتاعت الموز وما نجيش ناحيه اللحمه. عماد انت متاكد؟ ايوه يا نرمين هو قال كده. كمل. على فكره ده قليل، عايز موزايه كمان. لا صدقيني عايز موزايه كمان يا نرمين. لا يا عماد هيبوظ، حرام. يا الله يا بنتي قليلين. بص اللحمه قد ايه والموز قد ايه، صدقني. لا هو كده كويس. طب اكلها. كلها. حط الاول عسل وبعد كده ابقى كلها. المهم احنا هنكرمل الموز ازاي؟ هنحط له عسل ومش كتير، هو قال معلقتين بالظبط. ماشي بلاش افترا عشان كده كفايه صح؟ كفايه طبعا. طيب اوكي، خد العسل بتاعك. اكتر حاجه بتحبها بقى القرفه. انا هحط رشه صغيره، انا ما بحبش القرفه. حط رشه كمان. ما بحبهاش انا. هي جت على دي. طب خلاص يلا. الله ايه الريحه الحلوه دي يا نرمين؟ دي ريحه القرفه. ريحتها حلوه قوي. لا في ريحه حلوه في الطبق. وعلى اللحمه هنحط بابريكا. هو شكله عك، بس من الواضح ان الموضوع فيه ريحه حلوه. وهنقلب لغايه لما لا انت خليكي في اللحمه. قلب ده عشان يتكرمل. ماشي اهو نعلي النار شويه اهو. نكرمل بقى ايه الموز لغايه اما يتحمر. يا بنتي ما تجيبيش عندي بقى، ما تركزي في
يا جماعه حد يقول لها تخليها في الربع بتاعها. ايوه خليكي في الربع بتاعك يا نرمين. طعم اللحمه لوحده حلو طبعا، والموز جميل. بص عامل ازاي، الله يا بس بقى. طب انا ممكن اكرمل لك الموز مع بان كيك، مع كيك بس ليه بلحمه؟ بس الله والله شكله حلو. بص عامل ازاي بامانه، شكله جميل قوي. الله. هو دلوقتي عايزين ميكس بقى. لا ميكس ايه؟ لا لما ايه ميكس ونسيبه دقيقه. لا لما هو قال كده يتكرمل بس يبقى شكله حلو كده. الله انا عاجبني قوي. عماد انت بتهزر. بصوا يا جماعه دلوقتي شكل الموز داخل على كرمله صح؟ ايوه كده احنا نقلب ولا نعمل ايه؟ نقلب يا عم. ودلوقتي لحظه الحقيقه ان احنا عاملين ميكس الاثنين في بعض، وكده دخلنا في العك فعلا. انا مش هدوق. لا يدوق ليه وانا مضحي ببطني لوحدي ولا ايه؟ لا مش هدوق. لا هتدوقي بامانه. لا انت بتهزر. لا انا طالعه وسع كل واحدك. يقول لك دايما المطبخ ما بيتفقوش مع بعض. انا فعلا النهارده انا ونرمين مش ايه ده يا نرمين. طيب هو احنا كده خلصنا. نجيب بقى ايه طبق التقديم اللي هنقدم فيه اللحمه بتاعتنا اهو. ده شكل اللحمه بتاعتنا مع الموز. لا انت بتهزر. لا دوق لوحدك. انا هدوق لوحدي اللحمه فعلا. بصوا لحظه الحقيقه، انا كعماد هدوق اللحمه الاول لوحدها بالعسل، وبعدين بقى والنبي ما تقرفين اكتر ما انا تعبان لوحدي. يا الله اقول لك هي ايه موطه ولا اكتر؟ هي ضربه بالمرزبه ولا 5 بالشاكوش اهو. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني بقول لك مره واحده وزي ما تيجي. اصعب قطمه جربتها في حياتي. انت بتهزر. هي ريحتها حلوه بس لا. ممكن ما تعرفينيش، انا خلاص مش قادر اقرب. اتفضل. ايه الصمت ده؟ هعكس. دي اخرة اللي ما يسمعش كلام مراته. مش وحشه. امال ايه؟ غريبه. دونت ميكس صح؟ غريبه. لا غريبه. لا انتوا غريبه بجد. عماد غريبه جدا. انت بتهزر صح؟ بامانه غريبه على فكره، مش وحشه. بعد منظرك والسكوت ده وتقول ايوه مش غريب. وحشه؟ طعمها غريب على بقي. استنى هفصل كده باي شويه لحمه. طب بامانه حلوه. المره الثانيه عجبتني. المره الاولى لا. لا يعني بصوا هي غريبه بس يعني احنا لو هرسنا الموز كده. ايوه طلعوا الموز لوحده على فكره، يعني خرجوا الموز على راي نرمين مش لا يعني هرسوا الموزه وخلوها بيوريه. ممكن مهروسه. ايوه وتدوقوا بامانه حلوه. مش فاهمه بس حلوه. في ايرور في دماغي دلوقتي. حلوه. اول معلقه كانت صدمه، الثانيه حلوه. دي جميله جدا على فكره. مستحيل. بس حلوه فعلا. دي تالت معلقه اكلها عادي. حلوه فعلا جميله عجبتني قوي. بصوا يهرسوا كده الموز، مش طعمه مش هيبان قوي، مديها تسكيره حلوه قوي للحمه. خلي بالكم اول قطمه هتستغربوا، بعد كده هتعجبكم، بعد كده هتقعدوا تاكلوا. ايه ده؟ حلوه بامانه جامده. طب بامانه حلوه. وايه لا هي حلوه هي جامد، بس ما اعملهاش تاني. لا انت نرمين عشان انت بس كنت واخده يعني العكه، بس انا بسابق علمي للاكل بس الغريب قلت لك هتطلع حلوه ان طعم العسل مش مضايقني وطعم الموز مش مضايقني، ده الغريب. اللحمه طعمها حلو قوي، واللحمه التتبيله بتاعتها هاديه جدا يا جماعه. الموز مخلي في تيست كده في اللحمه حلو، يعني عارف انت لما تاكل لحمه مسكره، هي لحمه مسكره حلوه
والموز نفسه انا استغربت اول قطمه عشان كانت الموزه صاحيه زي دي كده. يعني فكره انك تاكل الموزه كده مع اللحمه، لا الموز طاغي، لكن حته موزه صغيره، يعني حته موزه صغيره مع اللحمه بتديك التيست اللي انت عايزه. عماد جامد ولا فيكس؟ لا جامد جامد بعمل اكلها، دي جامده. بس ما اعملهاش تاني. لا دي تعجبني على فكره، لو سندوتشات فينو معاها تبقى جميله قوي. اجيب لك فينو؟ لا هي تتاكل مع سندوتشات فينو، حلوه قوي. مش متوقعه. حلوه. اغرب حاجه قلت مستحيل تبقى حلوه مع بعض، بس طلعت حلوه جميله بجد. ده الفيديو اللي كان معانا النهارده في احلى وصفه انا جربتها من فتره، لانها عملت لي ان انا جربت حاجه جديده كنت مصدوم منها، بس طلعت حلوه. صدمه لاجل الامانه، هي صدمه بس لذيذه. انصحكم بشده ما تقولوش انه عك، وجربوا العك كده واختلفوا معانا في التعليقات. لو مش هتجرب، لو هتجرب طبعا انا بقول لك هتعجبك جدا. جربوها وابعتوا لنا بقى التطبيقات، عايزين نشوف الابداعات بتاعتكم. ما تنسوش تعملوا ايه؟ فولو للصفحه. نشوفكم على الف خير. باي باي.